جهزي لي قلبك كده واسمعيني. مش كفاية جلد زايد بقى؟ تهيألي كفاية. صح ولا غلط؟ ليه يا حبيبتي دايما بتشوفي في نفسك العيب قبل الجمال؟ ليه دايما بتفتكري كل غلطة انت عملتيها وتنسي كل لحظة انت عديتي فيها لوحدك وعديتي بقوة؟ ليه بتنسي كل لحظة وقعتي فيها وقمتي تاني وقمتي أحسن من الأول؟ اوعي تصدقي انك لازم تكوني كاملة علشان تستحقي انك تتحبي. مفيش شخص على وجه الأرض ما بيغلطش، كل الناس بتغلط. فده مش معناه انك مش كفاية او انك قليلة، لا خالص. دي حاجة طبيعية جدا، بس بتفرق في شخص للآخر. ازاي؟ ان في شخص بيغلط ويستمر في الغلط، يعني ما يفوقش نفسه، لكن الشخص التاني اول ما يغلط يبدأ يصحح الغلط دوت ويقوم ويتعلم منه ويكون احسن من الاول. دي اللي بتفرق بين شخص واخر. عشان كده يا حبيبتي نرحم نفسينا شوية، وعايزاكي كده تبصي في مرايتك بعين فيها حنية. طبطبي على قلبك وقولي لنفسك انا سامحتك، انا فخورة بيكي جدا، انا بحبك، انتي دايما بتبقي جنبي، انتي اي موقف بيجي بتعرفي تعدي منه ازاي. حتى لو انت غلطتي اتعلمتي من الموقف دوت. وخدي بالك انت عمرك ما كنتي مشكلة ابدا، انت طول عمرك المنقذ اللي محتاج ينقذ نفسه. فوقي واحضني نفسك من جوه. قلبك يا حبيبتي محتاج حب، مش محاكمة طول الوقت. قدري نفسك واسمعيها، عشان انتي تستحقي كل حاجة حلوة في الدنيا ديت. ابدأي من دلوقتي، كفاية بقى الوقت اللي احنا ضيعناه في جلد الذات. حبي نفسك وطبطبي عليها لانها تستحق.